السلام عليكم. مرحبا أصدقائي، شلون الصحة؟ رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. اليوم عندنا طريقة عمل خميرة اللبن، يعني الخميرة اللي نشتغل بيها الداطلي العقال والعوامة والزلابية. هاي لازم تكون بخميرة لبن، يعني مو خميرة عادية. الخميرة العادية يومين ثلاثة تعجن، أما خميرة اللبن تكون قوامها قوي وكريستال، يعني قزاز يصير وتصير بقرمشة أقوى وتنطي نكهة. بالمناسبة يعني هو اللبن هذا يعني روبة مال العرب، أنا تركتها صارها 3 أيام بالشمس لحد ما حمضت. نتحمض يعني تنشط بها البكتيريا، معناتها تتحول إلى خميرة. هسه بالبداية شو نسوي؟ نعجن عجنة صغيرة نشتغل بها الخميرة، ورا ما ثاني يوم راح تصعد عندنا، يعني الخميرة اشتغلت نبدي نعجن الصنف اللي نختاره، مثلا زلابية أو داطلي أو عوامة. بالبداية راح أضيف اللبن هذا اللي أني محمضه، شوفوا يعني من قد ما يعني هذا روبة مال العرب، يعني مو لبن، مو تجيبون هذا اللبن اللي بالأسواق. هذا بالأسواق بمواد حافظة ومخفف، فلازم يكون روبة مال العرب، تكون أفضل وأسرع وأقوى، يعني تكون بها بكتيريا قوية. هسه هنا راح نضيف قلاص مي دافي، وراح نضيف الطحين بالتدريج. هذه لعمل الخميرة، هذه فقط للخميرة، هاي العجنة فقط للخميرة، ما نشتغل بها هسه لحد ما باكر تكمل عندنا، يعني خلال 12 ساعة تبدي تنشط الخميرة حتى نقدر نشتغل بها. هسه بعد ما نعجنها يكون هيك قوامها خفيف، ونتركها 12 ساعة، يعني لي باكر نلقاها صاعدة، يعني الخميرة بدأت تشتغل عندنا نشطة، نبدي نعجن بيها الصنف اللي نحتاجه. مثلا نحتاج عوامة، نعجن العوامة حسب عجنة العوامة، داطلي حسب عجنة الداطلي. طبعا الداطلي العقال مو الداطلي البامية، الداطلي البامية يختلف بدون خميرة. أما هذا الداطلي اللي يسمونه المشبك السوري، ناس تسميه مشبك سوري، بس ذاك المشبك ينشغل بالسميد والخميرة العادية. احنا عندنا داطلي عقال، إذا شايفيه أو سامعين بيه. أنا مشتغلة بالقناة بس مشتغلة بطريقة التخمير العادي، يعني مو باللبن. هذه طريقة اللبن، هذا هيك يكون قوامها. هسه هاي راح نتركها لباكر 12 ساعة، نلقى الخميرة نشطة ونبدي نشتغل بيها. شوف شنو الصنف اللي راح نشتغله، زلابية أو عوامة أو داطلي. أنا ليش يعني نزلت هاي الفكرة؟ لأنه شفت فد مقطع الواحد ما أتذكر اسمه، يعني يقول مجرد بس طحين ومي وبيكنج باودر، هذا الشي غلط. الداطلي والزلابية ما بيها بيكنج باودر، هاي شغلتها الأصلية. هالطريقة هاي تنشغل الشغل الأصلي، يعني اللي يريد يعلم خليه يعلم بالطريقة الصحيحة لا يغش العالم. هسه هاي راح نتركها لباكر، من تصعد عندنا تنشط الخميرة نبدي نكسر بها العجينة أو الصنف اللي يريد نشتغله. هسه ننتظرها لباكر. هسه بعد ما تركناها تخمرت عندنا هذا اللبن، شوفوا شلون صار. هاي هي طريقة التخمير، يعني الخميرة مالتنا ناجحة. هسه نجي شو نسوي؟ نعجن عجنتنا اللي راح نختارها داطلي أو عوامة أو زلابية. طبعا بالمناسبة الداطلي العقال والعوامة نفس العجينة، بس الداطلي شوية تكون أقوى من العوامة، يعني العجينة مالتها شوية تكون أقوى من العوامة، العوامة شوية نازلة يعني لينة. بالبداية نضيف مي، عندنا هنا مي دافي، هذا مي دافي. راح ندير طحين، هذا الطحين بالمي درناه. هذا هنا عندي ربع كوب نشا،
نبدي نكمل عجينتنا. هسه بعد ما وصلنا لهذا القوام راح نضيف الخمرة مالتنا. طبعا هاي الخمرة تكفي حتى كيس طحين، هاي الخمرة حتى كيس طحين تكفي. احنا بالعادة هاي الخمرة من راح نعجن بيها راح نبقى من عندها الثاني يوم نبقى خمرة وهكذا، يعني هاي الخمرة تكفينا شهر او شهرين. شوفوا شلون صايرة. ما نحتاج لا خمرة فورية لا بيكنج باودر ولا هاي السوالف. هسه نضيف شوية شيرة، ربع كوب شيرة. طبعا الشيرة لازم تكون شيرة ثقيلة وباردة، يعني احنا نسميها 3 في 1. يعني اذا عندكم كيلو 3 كيلوات شكر لازم كيلو مي. اذا انتم بالبيت تريدون تسووها شو تضيفون؟ 3 قلاصات مي، العفو 3 قلاصات شكر بقلاص مي، هاي يسموها 3 في 1. لازم تكون ثقيلة وباردة مو حارة. اذا حارة راح تعجن عندكم الزلابية او العوامة او الدابلة، فلازم تكون باردة. هسه نضيف شوية زيت، يعني قد ربع كوب ونعجن. هسه ايش ضفنا احنا؟ ضفنا الخمرة، مي، شيرة وشوية زيت. هاي العجنة تشتغل دابلي وتشتغل عوامة. عجنة الزلابية تختلف عن هاي العجنة. بس نضيف طحين بعد، نشدها بعد اقوى لان هاي عجنة دابلي فتكون شوية قوية اقوى من عجنة العوامة. للعوامة هي نفس العجنة بس شوية نخففها، يعني نضيف لها مي عادي تتخفف. هسه بعد ما كملناها عجن راح نتركها نغطيها فد ساعة او نص ساعة حسب الجو. من تلحق عندنا يعني تختمر تصير جاهزة للقلي نرجع لكم. هسه بعد مرور ساعة على ما عجناها، هذه هي ارتفعت عندنا يعني صارت جاهزة للقلي. هسه نخليها بالكيس الحلواني والزيت عندنا حامي، يعني مو حامي كلش، لازم يكون شوية وسط، ونقليها قدامكم. هسه الزيت عندنا صار جاهز. هذه العجنة مالتنا خليناها بالكيس، راح نبدي نصبها بالطاوة. هذه هي طريقة تخمير اللبن، يعني هذه الداطلي يصير شغله تخميرة اللبن مثل ما تشوفوها قدامكم.
نفس العجنة هذه نقدر نشتغل بها العوامات، شوية نخففها لأن هاي شوية قوية. عجينة العوامات تكون شوية أخف، يعني أخف بشي قليل. هسه قلبناها على الوجه الثاني. هسه بعد ما وصلت لهالمستوى هذا، راسا نطلعها من الزيت للشيرة مباشر. مثل ما قلت لكم الشيرة لازم تكون شيرة ثقيلة 3 في 1. يعني إذا أنتم بالبيت تبدون تسووها 3 قلاصات شكر، 1 مي، رشة لمندوزي أو عصرة ليمون. تبقى النكهات أنتم تخلون فانيلا، تخلون هيل بالشيرة، ماكو مشكلة. النكهة تتخلى ويا الشيرة مو ويا العجينة. هسه هذه اكتملت عندنا، وراح نخليها رأسة بالشيرة. ما نتركها برا وتبرد وما أعرف شنو، لا، هي حارة تنزل بالشيرة. هذه الانجانة مالتي صغيرة خال بيها الشيرة، مو خوش شغلة. شوف الشيرة شلون ثقيلة، هيك يكون قوامها. هسه نبقيها بالشيرة ونصب الوجبة الثانية. هسه هذه الوجبة الثانية راح أصبها شوية قرص أصغر. هسه نجي لنفس العجينة مالتنا هذه، خففناها شوية، راح نشتغل بيها العوامة. طبعا لازم نخليها شوية بالزيت الخاشوقة بهالطريقة هذه. العوامل لازم تنقلي مرتين، المرة الأولى وسط والمرة الثانية تتقرمش. هسه نطلعها هاي الوسط هيك بهالشكل هذا، وننزل وجبة ثانية
إلى أن تبرد هذه. نرجع بعدين نقليهم القلية الأخيرة. العوامة همينة لازم تنزل قبل للشيرة، بعد ما تطلع من الزيت تنزل مباشرة للشيرة. نفس الشيرة هي شيرة الداطلي. هاي الوجبة الثانية همينة راح نطلعها. أنا ما متعود على هيك كمية صغيرة، يعني ما أعرف، شوية صاير عندي تعرفون احنا شغلنا يكون كميات كبيرة، وهذه دا اشتغلها بالبيت، يعني كمية صغيرة ما متعود عليها، مكان صغير. هاي بهالشكل هذا الوجبة الأولى. بعدين نقليها قلية ثانية نقرمشها بها. أكمل كل الكمية ونرجع لكم. هسه بعد ما كملنا الوجه الأول، يعني قلي على الوسط، هسه راح نكمل الوجه الثاني. نبقى نحرك بها حتى تستوي بكامل محيطها. نطلعها راسا للشيرة، ونبقى نقلب بها بالشيرة. راح أكمل كل الكمية اللي عندي ونرجع لكم بالنهاية. هسه هذه النتيجة النهائية. هاي بالنسبة للداطلي. هذا الداطلي سمعون قرمشة، وهاي العوامة. حارة. تحياتي للجميع، أخوكم طائر الجنوب.